رسول الله رسول الله رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وغار على دعوته إلى يوم الدين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه، فقال له صلى الله عليه وسلم: تعاهدنا ائتنا. فلما جاءه أكرمه صلى الله عليه وسلم وقال له: سل حاجتك. فقال هذا الأعرابي: ناقة أركبها وأعنزا يحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته، فقال: دليني على قبر يوسف. قالت: لن أخبرك حتى تعطني حكمي. قال: ما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة. فكره موسى ذلك، فأوحى الله إليه أن يعطيها حكمها، فأتت بهم بحيرة فقالت: انضبوا هذا الماء. فلما نضبوه قالت: احفروا ها هنا. فلما حفروا إذا عظام يوسف، فلما أقلوها إذا الطريق مثل ضوء النهار. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده والحاكم في المستدرك، وذكره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة. وذكر الحديث أيضا الإمامان الكبيران الحافظ ابن كثير والإمام القرطبي عليهما رحمة الله. الحديث من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب التميمي القرشي رضي الله عنه وأرضاه. أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن سليم بن حضار بن حرب التميمي الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ذكر فضائله الإمام البخاري في كتاب المغازي، ومسلم في فضائل الصحابة. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير: أبو موسى الأشعري الإمام الكبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقيه المقرئ. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه، فقال له: تعاهدنا ائتنا. في هذا الحديث من الفوائد والعبر، بل فيه من الخير الكثير ما الله به عليم. ولقد تضمن العديد من الفوائد النافعة والمهمة
وحري بالمؤمن أن يقف مع هذا الحديث وقفات اعتبار واتعاظ، ولعل فائدة واحدة تكون سببا في تغيير حال المؤمن وانقلابه على شهواته وملذاته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه، فقال له: تعاهدنا ائتنا. ففي هذا المقطع من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر من أسفاره، فنزل بهذا الأعرابي، بمعنى حل عليه ضيفا، فأكرمه هذا الأعرابي. وكان من عادة العرب ومن سيمهم الإكرام، حتى ضرب بهم المثل في حسن الضيافة. هذا الأعرابي، هذا البدوي، أكرم النبي صلى الله عليه وسلم. بل فيه فائدة أخرى، وهي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل بهذا الأعرابي فهذا منه عليه الصلاة والسلام تواضع، ولم يمنعه صلى الله عليه وسلم ما رزقه الله من العلم والنبوة أن يستنكف عن النزول في بيت هذا الأعرابي الذي لم يذكر بمنصب ولم يعرف بجاه. هذا الأعرابي اسمه مجهول، لم يعرف في الحديث، ولو كان من أصحاب الرياسة والشرف والسؤدد لذكر اسمه وبين فضله ومنزلته. ففي هذا بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن من المستكبرين، ينزل على الفقراء وينزل على الأعراب وينزل على المساكين وينزل على الأيتام والأرامل، لا يستنكف، لا يتكبر، لا يفتخر، مع أنه نبي ورسول صلى الله عليه وسلم. فتح الله عليه الفتح العظيم، وغفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان قمة بل غاية في التواضع. وقد صح عند الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث، قال: وفيه دليل على جواز أكل الشريف طعام من هو دونه، وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع. هذا الخلق وهذه الميزة وهذه الخصلة، خصلة التواضع وخلق التواضع، افتقرناه، لا سيما في هذه الأزمان. تجد الإنسان المسلم بمجرد ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، إما فتح دنيوي، مال أو سيارة أو كذا، فتجده يتفاخر ويفتخر ويتكبر. هذا ليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من خلق أمة الإسلام. بل تجد الإنسان الآن بمجرد ما يقرأ كتاب أو يجلس إلى شيخ أو يكون طالبا من طلبة العلم حتى يتكبر على الناس ويغلق أبوابه دونهم. هذا ليس من خلق الإسلام. بل من تتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التواضع يرى العجب العجاب. فقد كان يأتي الأرامل والمساكين والفقراء، ويأتي الصغار ويأتي الكبار، لا يستنكف، لا يفتخر، لا يتكبر، كان قمة وغاية في التواضع صلى الله عليه وسلم. ومن صور تواضعه صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري في كتاب المغازي، أنه عليه الصلاة والسلام كان ينقل التراب مع أصحابه يوم الخندق حتى اغبر بطنه الشريف.
صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صور تواضعه عليه الصلاة والسلام ما أخرجه الترمذي في كتاب الزهد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يقول العلامة ابن الأثير رحمه الله تعالى قال: يريد بذلك الإخباث والتواضع وأن لا يكون من الجبارين والمتكبرين. قال: فقال له: تعاهد نأتينا. تعاهد نأتينا معناها زرنا. هذا كان من شيمه. لما أكرمه هذا الأعرابي أراد أن يرد له الجميل، كمن جاءه ضيف فأكرمه هذا صاحب البيت، أكرم الضيف، فلما أراد الضيف أن يغادر قال لصاحب البيت: تعاهدنا، زرنا. هذه من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخلاقه. قال لهذا الأعرابي مع أنه أعرابي بدوي، قال له: تعاهد نأتينا. فجاءه هذا الأعرابي زار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرمه صلى الله عليه وسلم، فأكرمه، وهذا منه صلى الله عليه وسلم رد للجميل ومكافأة على الإحسان، حيث أنه لما رأى من إكرام الأعرابي له قال له: تعاهد نأتينا. فلما جاءه أكرمه صلى الله عليه وسلم. لما رأى من إكرام هذا الأعرابي أراد أن يرد له جميله وأن يقوم بمكافأته ليجزي الحسنى بالحسنى، فقال له: تعاهد نأتينا، فأكرمه. وقد أرشد الإسلام إلى مكافأة صاحب المعروف، وأن نعرف له فضله وإحسانه، وأن نرد إلى أصحاب الخير، أن نرد له جميلهم، وأن لا نجحد وأن لا ننكر. من صنع إليك معروف فكافئه. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الطبراني من حديث الحكم بن عمير قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أو قال: من صنع إليه معروف فليقل لفاعله: جزاك الله خيرا. وفي رواية: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إنسان يصنع لك معروف أو يقوم لك بمهمة تشكره، ترد له الجميل وتكافئه على الإحسان. ولا يعني هذا أنك رد الجميل والمكافأة على الإحسان دائما يكون ماديا. الأمر لا يكون دائما ماديا. ولهذا يقول العلامة المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي، يقول: إذا قصرت يداك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر والدعاء. إذا قصرت يداك عن المكافأة، إذا قام لك أحدهم بأمر أو صنع لك معروف فكافئه. إما أن تكون المكافأة مكافأة مادية تكافئه إما بالمال أو بالهدية أو بشيء من القبيل. فمن لم يجد فليقل لأخيه جزاك الله خيرا، فإن من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إذا قصرت يداك، كما يقول المبارك فوري: إذا قصرت يداك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر والدعاء. ومع ذلك ومن إكرام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكرم هذا الأعرابي وزاده أمرا آخر، قال له: سل حاجتك.
فقال له سل حاجتك، أكرمه، رد له الجميل، ومع ذلك قال له سل حاجتك. فقال هذا الأعرابي يا رسول الله ناقة أركبها وأعنزا يحلبها أهلي. ناقة أركبها وأعنزا يحلبها أهلي. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له نبي مرسل يقول له سل حاجتك، وهذا الأعرابي قال له ناقة أركبها وأعنزا يحلبها أهلي. فرصة لا تعوض، فرصة نادرة. كان الصحابة دائما يغتنمون مثل هذه المناسبات، فلما جاءت هذه المناسبة إلى هذا الأعرابي ضيعها. وفيه دليل على أن المسلم ينبغي له دائما أن يكون ذكيا فطنا متحينا للفرص، يتحين الفرص، ينتهز المناسبات، لأن مناسبة أو فرصة واحدة قد تكون سببا في دخول المسلم الجنة وهو لا يدري. مناسبة واحدة كهذا الأعرابي. الصحابة رضوان الله عليهم لما كانت تعرض لهم مثل هذه المناسبات كانوا لا يفلتونها. ولهذا عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل، حديث عرض الأمم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي معه الرجلين ورفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، ثم رفع إلي سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. هنا اغتنم الصحابة رضوان الله عليهم هذه المناسبة، فقام رجل عكاشة بن محصن رضي الله عنه، سبحان الله، قام هذا قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون معهم. سبحان الله، قال ادعو الله أن يجعلني منهم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت منهم. فاز. كانوا لا يفلتون هذه المناسبات، مثل هذه الفرص تسنح المناسبة فلا يفلتونها. كانوا لا يفلتون المناسبات. كذلك صحابي آخر كان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، بمعنى كان دائما يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم قربة الماء المعد للوضوء. فذات يوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني حاجتك، أراد أن يكافئه. فماذا قال هذا الصحابي؟ الصحابة أذكياء. قال يا رسول الله أريد أن أكون معك في الجنة، مناسبة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. والأمثلة في ذلك كثيرة. هذا الرجل هذا الأعرابي جاءته المناسبة، قال له سل حاجتك، فقال ناقة أركبها وأعنزا يحلبها أهلي. طلب شيئا تافه، طلب شيئا زائل، طلب متاعا دنيويا فانيا لا يساوي. كم تساوي الناقة وكم تساوي الأعنز مع الجنة؟ لا تساوي شيء، بل الدنيا كلها لا تساوي أمام الجنة شيئا. فأمام هذا الموقف أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتنم هذه المناسبة. انظروا، هذا الأعرابي لم يحسن استغلال المناسبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحسن استغلال المناسبات، دائما يستغل المناسبات. أما نحن الآن ففرطنا في كثير من مناسبات الخير، قد تمر على المسلم في اليوم الواحد يعني العشرات إن لم نقل المئات من مناسبات الخير ومناسبات البر والمناسبات التي تؤدي بالمسلم إلى الجنة، مناسبات رضوان الله سبحانه وتعالى، مناسبات
نراها نحن في أعيننا تافهة لا تساوي شيئا، بينما خيرها عميم وفضلها كبير. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السلام، قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. السلام يؤدي إلى المحبة، ويؤدي إلى الوئام، ويؤدي إلى زيادة الإيمان، ويؤدي إلى الجنة. مناسبات الخير، زيارة المرضى وعيادتهم، وتشييع الجنائز، والصوم والقيام والذكر، وأن تعين أخاك على قضاء حاجته تكون لك صدقة، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. كم من الصدقات تمر على الواحد منا المئات من المناسبات يوميا، لكن نحن في غفلة لا نجيد استغلال هذه المناسبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل المناسبات، وانتبهوا كيف سيستغل هذه المناسبة. ومن تتبع سيرته عليه الصلاة والسلام يجده سباقا إلى اغتنام الفرص. جاءه رجل فسأله فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ هنا سيستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناسبة ليبين لهذا الرجل حكمين شرعيين، مع أن الرجل سأل عن حكم شرعي واحد، ألا وهو جواز الطهارة بماء البحر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سيخبره عن طهورية ماء البحر وعن ميتة البحر أيضا. قال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. استغلال الفرص، استغلال للمناسبات. وكذلك حديث عظيم، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسكة من سكك المدينة، زقاق المدينة، والناس كنفة كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جديا ميت. هذا الجدي سيجعل منه النبي صلى الله عليه وسلم درسا، موعظة بليغة، ودرسا حيا، بل سيجعل منه محاضرة تنفع المسلم في الدنيا والآخرة. فأخذ هذا الجدي من ذنبه فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قال للصحابة: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ جدي ميت أسك مقطوع الأذنين، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد أن يشتري هذا بدرهم؟ فقال له الصحابة: وما نصنع به يا رسول الله؟ ثم قال لهم: أتحبون أنه لكم؟ بمعنى شكون اللي بغاه يعني مجانا؟ قالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. درس بليغ من خلال جيفة نثنة. قال: الدنيا أهون على الله، بمعنى أحقر من هذا الجدي الميت. هذا فيه اغتنام المناسبات واغتنام الفرص. انتبهوا. لما قال هذا الأعرابي: ناقة أركبها وأعنزا يحلبها أهلي، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ بمعنى هل هذا الأعرابي عجز أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ هنا الصحابة رضوان الله عليهم أيضا كانوا سباقين إلى البحث عن أمور الخير والاستفسار عن الأمور التي تدخلهم الجنة. مباشرة قالوا: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ وما عجوز بني إسرائيل؟
إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمهم. ماذا سيعلمهم؟ سيعلمهم اغتنام الفرص وانتهاز المواقف، لأن موقفا واحدا أو فرصة واحدة قد تكون سببا في دخول المسلم الجنة. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يلقي الكلمة، إن الرجل لا يقول الكلمة، أو إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله أو من رضوان الله لا يلقي لها بال تلقي به في الجنة 70 خريفا. قالوا: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن موسى عليه السلام، هنا سيضرب لهم مثل، إن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام لما أدركه الموت قال: أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معه. النبي صلى الله عليه وسلم سيضرب مثلا، سيبين لهم أمر العجوز، هذا الأعرابي الذي عجز أن يكون كعجوز بني إسرائيل. من عجوز بني إسرائيل؟ قال لهم عليه السلام: إن موسى لما خرج ببني إسرائيل من مصر، خرج جمع بني إسرائيل وخرج موسى عليه السلام، ضلوا الطريق. معنى ضلوا الطريق؟ بمعنى تاهوا في الطريق. فقال موسى عليه السلام: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام لما أدركه الموت. وهذا فيه فائدة كما يقول أهل العلم، فيه دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عند الشدائد والمدلهمات. لما تحيط بالمسلم مدلهمة أو فتنة أو يضل أو يزل في أمر من الأمور، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم. انظروا إلى موسى كيف رجع إلى العلماء، قال: ما هذا؟ يستفسر. قال علماؤهم: إن يوسف، فأخبروه عن سبب يعني التيه لما ضلوا الطريق. سؤال أهل العلم والرجوع إليهم واستفسارهم والجلوس إليهم واحترامهم وتقديرهم وتبجيلهم وتوقيرهم، كل هذا واجب. وأن لا تنتهك حرمة العالم، أن لا تنتهك، وأن لا يجرح، وأن لا يسب، وأن لا يطعن فيه، وأن لا يقذح فيه، وأن لا يغتاب، وأن لا يجعل من حديث المجالس. العلماء شامة على جبين الأمة. الأمة إذا تخلى عنها علماؤها ضلت وزلت وغوت وصارت إلى المهالك. العلماء ربابنة السفينة، وهم قادتها، وهم الذين ينورون للأمة سبيلها وطريق رشدها. لكن لما قل العلم وفرغت الساحة وسكت أهل العلم وسكت طلبة العلم، انبرى في الساحة رويبضة، ناس جهلة، ناس أغبياء تافهين بلداء لا يعرفون ما يقدمون ولا يؤخرون. فكان همهم وشغلهم الشاغل سب العلماء والطعن في العلماء وتجريح العلماء، فأصبحوا يعني الله المستعان. أمر محزن أن يأتي العالم أن يشغل حياته كلها
بالطلب والسعي والجد والاجتهاد والمثابرة ليعطي للأمة ولينور الأمة، ثم يأتي رجل قرأ كتاب أو كتابين فيطعن في العالم ويسبه ويقول لك ذاك ليس بعالم، ذاك ليس بشيخ، ذاك طفيلي، وذاك بليد، وذاك غبي، وذاك ليس على المنهج، وذاك ليس على كذا، وذاك. من كلفك؟ من أعطاك الصلاحية حتى تطعن في العلماء؟ وهذا من شيم أهل البدع، لأن من عادة أهل البدع وديدنهم وطبعهم الطعن في العلماء وسب العلماء والتشنيع عليهم والتشهير بهم. الواجب أيها الإخوة احترام العلماء وتقديرهم وتبجيلهم، وأن نعرف للعالم قدره وإن زل، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثة، والعالم يكفيه فخرا ويكفيه شرفا ويكفيه سؤددا أن الملائكة تستغفر له، وأن الحوت في الماء يستغفر له، وأن الطير يستغفر له، وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وأن العلماء كما قلنا هم شامة، هم نور. العالم قد يخطئ، العالم يجتهد فيخطئ، لكن لا ينبغي أن نجعل أخطاء العلماء مطية لسبهم والتشهير بهم وطعنهم وتجريحهم. العالم قد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ، ونحن مأمورون باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. إذا وافق كلام العالم شرع الله فعلى الرحب والسعة، على الرأس والعين. إذا لم يوافق نرده قول كائن من كان، كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال: من قال قولا قمنا على أقواله بالصبر والميزان، إن وافقت قول الرسول وفعله فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت رددناها على من قالها من كان من إنسان، أو اشكلت توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان. ابن القيم كلام نفيس، قال: من قال قولا غيره قمنا على، من قال كلام غير كتاب الله وغير سنة رسول الله قمنا على أقواله بالصبر والميزان. أقوال العلماء تسبر وتفتش، إن وافقت قول الرسول وفعله فعلى الرؤوس تشال كالتيجان. إن وافق كلام العالم شرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة فعلى الرأس يشال كالتيجان. قال: أو خالفت رددناها على من قالها من كان من إنسان. إذا خالف قول العالم خالف شرع الله يرد، لكن كيف يرد كلام العالم؟ يلتمس له العذر، ولا ينبغي أن نجعل هذا الأمر رد الكلام المخالف للشرع مطية. أو اشكلت توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان. تجد الإنسان الآن هو في الحقيقة لم يجد حتى قراءة مقدمة الأجرومية في النحو، تجده لا يفهم أو لا يفرق حتى بين الفعل والفاعل، لا يفرق حتى بين النظم والنثر، لا يعرف حتى الفرق بين الخبر والإنشاء. ومع ذلك تجده يتطاول على العلماء، يسب العلماء، يمشي يجرح ويروح يجرح. هذا والله لا يليق بنا كمسلمين أيها الأخوة. فقال: ما هذا؟ فقال علماؤه: إن يوسف عليه السلام لما ضل الطريق، إن يوسف عليه السلام لما حضر الموت أخذ علينا موثقا. العلماء قالوا أن يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يوسف عليه الصلاة والسلام لما حضروا الموت أخذ عليهم
وعلى علمائهم وأحبارهم أن لا يخرجوا من مصر حتى ينقلوا عظامه معهم. فهنا موسى عليه السلام يبحث عن الحل. قال: أين موضعه؟ أين موضع قبره؟ من يعلم موضع قبره؟ قالوا: عجوز من بني إسرائيل، عجوز هي التي تعلم موضع قبره. فبعث إليها فأتت، جاءت هذه العجوز فقال: دليني على قبر يوسف، بمعنى أرني أين هو قبر يوسف. فقالت: لن أخبرك حتى تعطيني حكمي. قال: ما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة. انظروا لهذه العجوز، اغتنمت الفرصة. قال: دلني على قبر يوسف. قالت: لن أخبرك حتى تعطيني حكمي. مناسبة سانحة قد لا تجدها مرة أخرى. قال: ما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة يا موسى. فكره موسى ذلك، فأوحى الله إليه أن يعطيها حكمها، بمعنى قل لها أنت من أهل الجنة. فأتت بهم بحيرة، بمعنى لما أعطوها حكمها أخذت الجائزة. النبي عليه الصلاة والسلام لمن يضرب المثل؟ للصحابة، حتى يعلم الصحابة. ما السبب؟ الأعرابي ضيع الفرصة. فأتت بهم بحيرة فقالت: انضبوا هذا الماء. بحيرة فقالت: انضبوا هذا الماء. فلما نضبوه قالت: احفرها هنا. فلما حفروا إذا عظام يوسف. هنا مسألة، وهي مسألة تعمية قبر الصالح حتى لا يتخذ وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لأن يوسف عليه السلام نبي مرسل. لهذا قال بعض أهل العلم أنهم لما أرادوا دفنوه في مكان يكون فيه الماء حتى لا يتخذ عليه قبر، كما يعمل الآن. يموت الصالح فيبنى عليه قبة، تمر السنون وتمر الأيام والشهور، فيزين الشيطان لأهل ذلك البلد أن هذا الرجل صالح ورجل يعني كان في الدنيا من المؤمنين، فيتخذونه وسيلة تعبد من دون الله. ومن اتخذ وسيطة أو من اتخذ وسائط من دون الله يدعوهم لكشف ضر أو جلب نفع فقد كفر وأشرك. يوسف عليه السلام في مكان فوقه ماء وتحته أرض، وتحت الأرض قبره عليه الصلاة والسلام، حتى يعمى قبره وأن لا يتخذ مسجدا أو يتخذ وثنا أو تتخذ عليه قبة يعبد من دون الله. انتبهوا، مكان خفي تعلمه العجوز. ولهذا علم بعض الأشياء قد يعود على الإنسان بالنفع. تعلم قبر يوسف كان سببا في تبشيرها بالجنة. قالت: انضبوا هذا الماء. انضبوا بمعنى أزيلوا هذا الماء. فلما نضبوه قالت: احفروا. فلما حفروا إذا عظام يوسف. لكن هل هي عظام يوسف بمعنى العظام؟ نقول لا. فإذا عظام يوسف بمعنى فإذا جسد يوسف عليه السلام، لأن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولهذا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله قال: يعني كم كنت في حيرة وفي دهشة، وكنت قال متردد من هذا الحديث، لأن فيه عظام يوسف، والأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، من أجسادهم الطاهرة تبقى تصان أجساد الأنبياء، لأنهم كرماء على الله سبحانه وتعالى، فأكرمهم بهذه المكرمة أن الأرض لا تأكل أجسادهم، أن الأرض لا تأكل أجسادهم. وقيل أن في الشهداء من لا تأكل الأرض جسده. الشهداء الذين يموتون في ساحات الجهاد ويموتون في سبيل التضحية من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، الأرض لا تأكل أجسادهم. الأنبياء الأرض لا تأكل أجسادهم.
ولهذا الشيخ رحمه الله قال كنت فيه مترددا من هذا الحديث، لأنه صح في أحاديث أخرى أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. ولماذا في هذا الحديث تذكر عظام النبي، تذكر عظام يوسف، مع أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؟ قال رحمه الله الشيخ الألباني قال حتى وجدت حديثا، بمعنى وجد شاهدا يشهد على أن إطلاق العظام هنا ليس على حقيقته. إطلاق العظام هنا، العظام تطلق على الجسد، لا تطلق على العظام كعظام، لأن هذا أمر مسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. قال وجدت حديثا لتميم الداري رضي الله عنه وارضاه قال لما بدن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، لما بدن، ماذا بدن؟ بمعنى ازداد وزنه. قال تميم رضي الله عنه ألا أتخذ لك منبرا تجم عليه عظامك، بمعنى أعمل لك منبر يجم عظامك، بمعنى يجمع عظامك أو يحمل عظامك. معنى يحمل عظامك يحمل جسدك. نعم. قال فوجدت هذا الشاهد ولله الحمد والمنة. إذن الأنبياء أجسادهم الطاهرة الشريفة لا تأكلها الأرض. قال فإذا عظام يوسف، أي بمعنى فإذا جسد يوسف عليه السلام، فلما أقلوها، أي فلما حملوا هذا الجسد الطاهر إذا الطريق مثل ضوء النهار. سبحان الله. وهذه من معجزات يوسف عليه الصلاة والسلام. لما كانوا قد ضلوا في الطريق، لماذا؟ السبب أن يوسف كان أخذ على علماء بني إسرائيل، أخذ عليهم عهد من الله أنهم إذا أرادوا أن يخرجوا من مصر أن لا يخرجوا حتى يحملوا جسده معهم. سبحان الله. لما تخلوا عن يوسف وتركوا قبر يوسف عليه السلام ولم يحملوا جسده أعمى الله عليهم الطريق، ضلوا. فلما رجعوا وحفروا واستخرجوا جسد يوسف وحملوه معهم أضاءت لهم الطريق، فإذا الطريق مثل ضوء النهار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كفوائد إن شاء الله سبحانه وتعالى نستخلصها وكقطوف دانية نجنيها من هذا الحديث، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها فوائد وكلها عظات وكلها خير وكلها ذكرى وكلها تذكرة وكلها خير عاجل وآجل ينفع المسلم في الدنيا والآخرة. إذن أول فائدة نستقيها من هذا الحديث أن هذا الحديث هو من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. هذا أبو موسى الأشعري هو عبد الله ابن سليم ابن حضار ابن حرب التميمي الأشعري الصحابي المعروف. قال عنه الإمام الذهبي أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الذين تقدم إسلامهم، والفقيه المقرع، فقد كان فقيها رضي الله عنه وارضاه، وكان مقرئا، وهو الذي كان يقرأ القرآن في ليلة من الليالي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع إليه خلسة. معنى خلسة بمعنى استمع دون أن يعرف أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه. النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه القرآن الكريم من صوت أبي موسى الأشعري. فلما كان من الغد قال يا أبا موسى لقد استمعت إليك وأنت تقرأ القرآن. فقال أبو موسى رضي الله عنه لو علمتك تستمع يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. بمعنى لو علمت أنك تستمع يعني لزدت يعني في التجويد والترتيل يعني والضبط. أبو موسى الأشعري هذه فائدة أن اسمه، ما اسمه؟ عبد الله. دائما نعرف أن هذا الصحابي دائما نعرفه باسم أبي موسى الأشعري، لا نعرف اسمه، لكن اسمه هذه كنيته أبو موسى، اسمه الحقيقي هو عبد الله بن قيس
بن حضار بن سليم بن حرب التميمي الأشعري. وقد ذكر فضائله كما قلنا الإمام البخاري في المغازي ومسلم في فضائل الصحابة، وتحدث عنه يعني أهل التراجم والسير. أبو موسى الأشعري يذكر هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أيضا أن هذا الحديث قد رواه أبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وذكر وقلنا الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة. فالحديث إن شاء الله تعالى حديث حسن أو حديث صحيح إن شاء الله سبحانه وتعالى. الفائدة فائدة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية في التواضع، كان غاية وقمة في التواضع، كان لا يستنكف ولا يتكبر ولا يتجبر ولا يقول لا أنا نبي لا أجلس مع هؤلاء ولا أجلس مع الفقراء، حتى أنه كان يعني صلى الله عليه وسلم يدعو كفار قريش فيترك فقراء الصحابة جالسين، فعاتبه الله سبحانه وتعالى، قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال في آية الأنعام ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. إذن كان لم يكن من الجبارين ولم يتكن، بل كان قمة وغاية في التواضع صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد هذا الحديث رد الجميل والمكافأة على الإحسان. رد الجميل بالجميل، أن نقوم بمكافأة إخواننا إذا فعل لي الأخ أو خدمني أو يعني قام لي بخدمة وقام لي بمهمة، أقول له جزاك الله خيرا، وأكافئه إذا كان عندي من متاع الدنيا أكافئه ماديا، لما لا؟ أكافئه ماديا وأكرمه، ترد له الجميل وتكافئه وترد له الإحسان. وهذه كلها أمور نحتاجها أيها الإخوة المسلمين. كذلك من الفوائد وجوب اغتنام الفرص بالنسبة للمسلم. إياكم ثم إياكم وتضييع الفرص والمناسبات. قد يجد المسلم جنازة تمر أمامه قد لا يعيرها اهتماما، مع العلم أن في الجنائز خير كبير تشيع الجنائز. يقول عليه الصلاة والسلام من شيعها يعني من صلى عليها كان له يعني قيراط، ومن شيعها حتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط كجبل أحد من الأجر. سبحان الله، أي أجر، حسنات. وسبحان الله تقول للمسلم السلام عليكم يعني حسنات، فإذا رددت السلام حسنات، تعين الرجل على دابته حسنات، ابتسامتك في وجه أخيك حسنات، الصلح بين المسلمين حسنات، إصلاح ذات البين حسنات، رد المظالم حسنات، نصرة المظلوم حسنات، إغاثة الملهوفين من الحسنات، تعليم العلم ونشره والدعوة إليه من الحسنات، طلبه من الحسنات. كم من الحسنات؟ إصلاح ذات البين والتعليف بين الإخوة، وضرع الفتن والتباغض والتنازش والكراهية. كل هذه أمور تخدم عدو الله، تخدم إبليس بالدو وجنوده بالدرجة الأولى. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام فكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، وقلنا القوانين لا يحقره ولا يظلمه. من منا الآن نهج هذا النهج؟ تجد المسلم مع أخيه المسلم بمجرد ما يخالفه قد يخالفه في رأي أو في قضية من قضايا الفقه، ونحن نعرف الخلاف الذي وقع بين الفقهاء في الفقه. يخالف أخاه في مسألة فقهية فيذمه ويسبه ويقول جاهل ويقول غبي ويقول بليد ويقول لا يعرف ولا يعلم وكذا وكذا، مجرد مسألة. أما التباغض والتناجش والتحاسد على أمور الدنيا فحدث ولا حرج. اغتنام الفرص وتحين المناسبات، وألا نتركها تذهب وتمر سدى وهباء، بل اغتنامها واجب. كذلك من فوائد هذا الحديث وجوب الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم وتوقيرهم أيضا
وتبجيلهم، هذه كلها أمور يجب على المسلم أن يتقيد بها. وإذا أراد أن يعرف هذه الأمور فعليه بالتراجم والسير، كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يعاملون بعضهم البعض، وكيف تعامل التابعون مع بعضهم البعض. كذلك من فوائد هذا الحديث ما قلناه في أمر عظام يوسف، فقلنا العظام هي محمولة على الجسد وليست هي العظام الحقيقية. لماذا؟ لأن أجساد الأنبياء قد حرم الله على الأرض أكلها. هذه بعض الفوائد إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الفوائد في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا أول من نعمل بها إن شاء الله، وأن ندعو إليها، وأن نعمل بها، وأن نأمر غيرنا بها. نسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.